طيب السلام عليكم. احنا قلنا بعد التحضير بقى يا دكتوره في الميثان احنا عندنا ايه؟ عندنا الخواص. قلنا بقى حاجتين اتنين في الخواص يعني، بس احنا قلنا الاول عندنا خواص ايه؟ فيزيائيه. طيب بص بقى يا دكتور، انا عايزك تفهم الخواص الفيزيائيه دي عشان ما نخشش في اللخبطه. اولا خواص فيزيائيه نعرف ايه الصلب والسائل والغاء. طيب فانت عندك بص، لو انا بقول لك بقى الكان، عشان ركز بقى في الكلام اللي جاي ده. الكان غازي، وقلت الكان كده وسكت، هتقول لي الكربونات من سي واحد لحد سي أربعة. افرض قلت لك مركبات ايه الألكان، هيبقوا كام؟ هيبقوا مش من واحد لأربعة، مش أربع كربونات، لأ. هيبقى أنت عندك سي واحد شغال معاك، وسي اتنين شغال معاك، وسي تلاتة شغال. سي أربعة ده بقى في منه اتنين. يعني مركبات الألكان الغازية مش أربعة، لأ، خمسة. ازاي بقى؟ هقول لك انا، عشان دي مش موجوده في الكتاب. السي 4 ده في منه اتنين، لانه بيترسم بشكلين. مش انت عارف انه ليه اتنين ايزومر؟ هقول لك انا، بص. مثلا السي اتش 4 غاز ولا مش غاز؟ غاز، يبقى ده ميثان غاز، تمام. لو عليت شويه سي 2 اتش 6 غاز برضو. طب سي 3 اتش 8 غاز برضو. طب السي 4 ممكن نرسمه كده اللي هو البيوتان، او ممكن نرسمه كده 2 ميثايل بروبان. فهو ليه شكلين، ده غاز وده غاز. يبقى لو قال مركبات هتقول له خمسة، قال الكان وسكت هتقول له لحد سي 4 أربع كربونات. تمام، ده بالنسبة للغازات. طب افرض الراجل بيتكلم على المواد السائلة. بص، السائلة يا دكتورة من 5 لحد 17. طب الصلبة من اول سي 7 اكتر بقى من 17، اكتر من زي شمع البرافين مثلا، اكتر من 17 ذره. ذره كربون اكيد، يعني انا قصدي على ذره الكربون، تمام. ده بالنسبه للالكانات الصلبه. طيب عايزين نعرف درجه الغليان بيحصل فيها ايه. الغليان، بص، الغليان بيزيد مع زيادة عدد الكربونات. طيب فمثلا لو انا جايب لك كذا حاجة، بقول لك مثلا رتب دول: بروبان، وجايب لك مثلا بيوتان، وجايب لك بعد كده بنتان، وجايب لك بعد كده مثلا هكسان مثلا، هكسان. وبقول لك رتب من حيث درجة الغليان، مين أعلى حاجة؟ الكربونات الكتير طبعا هكسان. بعد كده يجي اللي بعده بنتان، غليان أعلى حاجة. بعد كده بيوتان تلاتة، بعد كده يجي أقل حاجة خالص البروبان، لأن البروبان صغير قليل. طيب حلو، يبقى الغليان كل ما بيزيد، ده ايه بيزيد؟ يعني امتى الغليان يزيد؟ يبقى مع زيادة عدد الكربونات، تمام تمام. طب حلو. قال لك بقى بص يا دكتور، قال لك ان انت عندك غازين اتنين، عندك البروبان وعندك البيوتان. بص، البروبان غاز بيستخدم في المناطق الحارة. ليه؟ يبقى انت لا سوري، معلش، البروبان في المناطق الباردة. البروبان خلاص اعرفها كده، الره في بروبان مع مناطق الباردة، خلاص عشان ما تنساهاش كده. طيب، طب البيوتان في المناطق الحارة. خلاص، يبقى البروبان في انهي مناطق؟ البروبان في المناطق الباردة. طب البيوتان في المناطق الحارة. طيب البروبان ده مين غليانه اعلى، بيوتان ولا بروبان؟ يبقى ده غليان اعلى. ليه؟ عشان البيوتان 4 كربونات، جدع. وده الغليان بتاعه اقل. خلاص، الغليان عكسي مع التطاير. فلو ده غليانه اقل، يبقى التطاير بتاعه عالي. خلاص، ما هو صغير يا جدعان، سي 3. يعني ايه غليانه قليل؟ يعني مش محتاج درجة حرارة كتير عشان يغلي. خلاص، عشان يتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. ما ده الغليان، ان انت تغلي مية مثلا تتحول من مية لبخار. فعشان هو سي 3 في البروبان، يعني سي 3 اتش 8، اما البيوتان ده سي 4 اتش 10. فعشان البروبان سي ده صغير، فبالتالي غليانه قليل لكن التطاير بتاعه عالي. طب ده غليانه عالي، يبقى التطاير بتاعه ايه؟ التطاير بتاعه اقل. حلو حلو. افرض بقى هو الراجل ما عملكش كده، الراجل جاب لك سؤال في حته بقى معينه مهمه، بيقول لك مثلا قارن ما بين البنتان، خلاص، البنتان ومثلا 2 ميثايل ايه؟ بيوتان. بص بقى اللقطه دي. طيب ومثلا هكسان، قال لك رتب في الغليان. بص، ده سي 5، وده كده كده سي 5. ليه؟ الميثايلايه بسي واحد، ميثايل سي واحدة، وأربعة سي 4، يبقى دول توتال سي 5. يعني انت لو حسبت الحسبة دي هتلاقي ده برضو سي 5 اتش 12، وده سي 5 اتش 12. امال ايه الفرق؟ الفرق ان البنتان سلسلة 5 كربونات، انما الاتنين ميثايل بيوتان 4 كربونات وفينا كربونة، انما الهكسان سي 6 كده. خلاص تمام.
فانت لو هترتب غليان مين اعلى كربونات هتلاقي ده، يبقى الهكسان اعلى واحد فيهم في الغليان. طب بعد كده البنتان ولا الاتنين ميثايل بيوتان؟ بص التفرعات لو زادت زود تفرعات قلل غليان، زود تفرعات قلل غليان، عشان التفرعات لما بتزيد بتزود بتخلي مساحة السطح قليلة، فبالتالي بتخلي الغليان قليل. فاتنين مثال بيوتان ده مساحة سطحه أقل من البنتان، البنتان مساحة سطحه أكبر، فبالتالي غليان البنتان أعلى لو حد عايز يفهم يعني. خلاص، فأنت تزود تفرعات تقلل غليان. يبقى كده مين رقم واحد؟ هكسان، طب بعد كده بنتان، طب بعد كده اتنين ميثايل بيوتان. في مشكلة؟ وده بالنسبة للخواص الفيزيائية. خلاص.